السلام عليكم، يا مرحبا بكم، حياكم الله حبايب، أهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى منك تضيفني على الانستغرام مالتي الحسني كابيتالز، وإن شاء الله ربي تستفادوا من كل المحتوى اللي بداخله. وخلينا لايك على الفيديو. أوكي، هذا الفيديو راح نسولف به عن التارجتس أو الأهداف، وين تخلي الهدف مالتك، وعن التريد مانجمنت. شنو هو التريد مانجمنت؟ هو عبارة إنك شلون تدير الصفقة مالتك. حلو، راح نسولف عن الأهداف شوية، إن شاء الله فيديو بسيط وسلس وما راح نطول بيه من الأساس. فافترض إنه عندنا حركة صاعدة، تمام، وافترض إنه أنت مثلا اشتريت منه واشتريت منه مثلا، تمام. هنا مثلا افترض إنه أنت اشتريت منه، هاي جبنا السعر هيك شي واشتريت. حلو، من هنا انطاك بريك اوف ستراكشر، معناها منطقتك هاي صارت فالid، فلهسه انت مسموح لك تدخل منه. حلو، فبعدين من اخذ الاوردر مالتك السوق ايضا سوى بريك اوف ستراكشر، انه كسر القمه. من يسوي لك بريك اوف ستراكشر معناها انت هنا تسوي بريك ايفن. شنو بريك ايفن؟ يعني انه تطلع من الصفقه بلا خساره بلا ربح، فتخلي الستوب لوز مالتك على نقطه الدخول، وهي تضمن انه ما راح تخسر اذا السعر ارتد لك. اوكي، ما راح يعني يخسرك، مجرد انه راح يغلق لك الصفقة على يعني صفر خسارة. وصلت الفكرة؟ اوكي، فهسه انت حاليا دائما مسوي لك بريك ستراكشر، انت حاليا هنا شنو مسوي؟ بريك ايفن. اوكي، بعدين رجع السوق سوى لك بريك ستراكشر ثاني، انت شو تسوي هنا؟ اوكي، راح تقدم الستوب، ستوبك تسويه هنا، راح تقدمه هنا. حلو، من قدمه هنا معناها انه حتى لو ارتد راح يطلعك السعر برابح، يعني مضمون، ما خاسر. وصلت الفكرة؟ ف خلينا شوي نطبق عملي على التريد مانجمنت. خلينا مثلا نروح على اليورو يو اس دي، تمام. هذا مثلا اليورو يو اس دي. فافترض مثلا لو انت لا، بدي اريد مثال صاعد. اوكي، افترض مثلا لو انت اشتريت منه. حلو، انت اشتريت حاليا منه، اول ما انطاك بريك ستراكشر انت هنا مسوي بريك ايفن، ستوبك على نقطة دخولك. اوكي، بعدين صعد السعر، اجى هنا انطاك بريك اوف ستراكشر، ستوبك يكون هنا، تمام. انطاك بريك اوف ستراكشر ثاني، ستوبك يكون هنا. اوكي، يعني انه قدم الربح مالتك، تمام. انطاك بريك اوف ستراكشر ثاني، قدم ستوبك هنا، بس هو حاليا ما انطاك. فاذا ما انطاك بريك اوف ستراكشر وانطاك تشوك، فانت لازم قبل تطلع من الصفقة. حلو، فهذا بخصوص التريد مانجمنت بالاتجاه الصاعد. اما بالاتجاه الهابط، نفترض انه انت مثلا قررت انه تشتري منه. حلو، فهنا عندك break of structure. حلو، فافترض انه انت يعني بعت منه. حلو، او السعر مثلا اجى هنا صعد لك. اوكي، اول ما يهبط ويكسر لك الهيكلية، ها شفنا هذا القاع هذا، اول ما يكسره انت تسوي بريك ايفن، ارتد، يكسر الثاني. اوكي، هذا الثاني هنا خليه، تمام. اول ما يكسر الثاني تقدم ستوبك هنا، تمام. تقدم ستوبك هنا، كسر لك القاع الثالث هذا، تقدم ستوبك هنا. طبعا هي كل واحد وطريقته يعني إدارة الصفقة، فيعني هذا الشيء يعني اللي أنا أستخدمه، فأنت حر إنك تستخدمه أو لا، هذا الموضوع يقيم لك. حلو، ف هذا هو التريد مانجمنت، إنه كل ما ينطيك بريك ستراكشر، اوكي، كل ما انت شو تسوي؟
كل ما أنت تقدم الستوب مالتك. أول مرة تسوي بريك إيفن، بعدين تقدم الستوب مالتك. لا مو هاي. أوكي. بس حاليا خلونا نسولف على شو اسمه خلينا نسولف عن التارجتس أو الأهداف. أوكي. فأنواع الأهداف راح تكون يمنا هي equal highs equal lows. equal highs معناه القمم متساوية. شرحنا قبل إنه ما يحتاج إنه القمم تكون شرط إنه بس شموع، ممكن ذيول طبيعي كلش. وقيعان متساوية imbalance، نقط غير متوازنة liquidity trend line liquidity نقطة trend. هو مبين trend line trend متساوي. أوكي. أو قناة، يعني هو الترند نفس القناة يعني. فهاي هي الأشياء اللي تقدر تخلي الهدف مالتك عليه. تمام. فإذا نروح على اليورو جي بي بي. حلو. على اليورو جي بي بي طبعا هاي الصفقة شاركتها بالقناة مال تليجرام، فبالعافية اللي استفدنا. فستوب كان هنا، والهدف قلت إنه يكون هنا. ليش هنا؟ لأن عندنا equal lows. هاي شوفوا هذا هنا قيعان متساوية. فهذا الهدف. شوفوا بس شوية أخذ الهدف هذا ارتد ورجع. طبعا نعمة شوية تقريبا 5R، فممتاز يعني. أوكي. وبعدين السعر هنا سوينا ري انتري، ما معلوم حاليا يمكن شو يسوي. كيف حتى كسر مو مهتم صراحة. أوكي. ف ستوبك هو يكون عن أي شيء يخص هاي الأمور. أوكي. يعني ممكن مثلا تخلي يعني فد امبالانس هنا، يعني هسه هنا هذا. أوكي. إذا نجي نريد نحددها، هاي واحد هاي اثنين مثلا. تمام. فتقدر إنه تخلي شوي ننزل هذا هنا، فتقدر تخلي هدفك هنا الامبالانس. وفعلا السعر ملى الامبالانس هذا وارتد. اوكي. ف هاي هي يعني بنفس الوقت تقدر تشوفوا انه يعني هو عبارة عن ترند لاين. فايضا انه فشكوا انواع الليكويديتي اللي درسناها لذني هدفك. اوكي. اما الستوب لوس فهو اكيد يعني المنطقة اللي انت تدخل بها هي تحدثها كلها. اوكي. ويفضل انه شوية تنطيها نفس يعني ممكن انه هيك شوية صعد يضرب لك ستوب ويرجع. ها. فانت انطيه نفس شويه هيك سوي شوي مدده. حلو. فهذا هو بكل بساطه التريد مانجمنت واداره عفوا اداره الصفقه واداره الاهداف، وين تخلي اهدافك. فان شاء الله رب استفادتوا. نشوفكم ان شاء الله بمحاضرات جايه. لهنا احنا نكون خلصنا الدوره الحمد لله. ان شاء الله يا رب استفادتوا. الحمد لله انه ردودكم كلش يعني إيجابية ولله الحمد يعني. فشكرا لكم، شكرا لدعمكم. وإن شاء الله يا رب إنه توفقون تصيروا محللين ممتازين. أوكي. تابعني بالحساب مالتي هذا إن شاء الله. راح تنزل الدورة الخاصة اللي حاب يدخل يشوف كل التفاصيل على هذا الحساب أو راسلين عليه، وإن شاء الله تدلون. فلهنا أنا أكون خلصت كل شيء. شكرا للمشاهدة. إن شاء الله استفاديتوا. مع السلامة.